بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع عسل حبة البركة لموسم 2024. بسم الله ما شاء الله. هاي الأعسال كلياتها مطابقة للمواصفات القياسية، وطبعا تصدر، لكن للأسف الكميات قليلة، ما خرج تصدير، المواسم مضروبة مع المواسم الجيدة يعني. منبلش أول واحد عسل حبة بركة مع شوك وكزبرة، كثافة ممتازة، طعم طيب وتقيل ما شاء الله، ريحة وما شاء الله، عسلات مرتبين. ممكن يتبلور وإن شاء الله بيتأخر تبلوره يعني أو جمدانه. هذا عسل حبة بركة مع شوك، بسم الله ما شاء الله. هلأ الصنف الثاني عندي عسل حبة بركة مع شوك طابات فقط، ما بيتبلور، كثافته مقبولة، نسبة البركة فيه عالية، لونه أسود طلس مثل ما لكم شايفين. طبعا هدول 3 إنتاج هي السنة ما شاء الله. العسلات الفركتوز فيهم عالي، مناسب جدا لمريض السكر، لأنه عسل حبة البركة بيناسب مريض السكر، وعسل شوك الطابات بيناسب مريض السكر، والفركتوز العالي ممتاز لمريض السكر. هي العسل لونه أسود طلس ما شاء الله. الثالث هو عسل حبة بركة شبه سادة، نسبة شوك الطابات كتير قليلة بس امرأ شوي. طبعا هي السنة كان المواسم ما كتير جيدة، فالنحال هذا الثاني والثالث حط على البركة، كان في شوكيات على الطوريق على الجوانب، اشتغل النحل عليها شوك طابات. فهو لما بده يفرز ما لقى كل البراويز مختمة كاملة مثل الأول، فحب يعطيني عسل حبة بركة سادة، وما حب ينقلهم على مرقة تاني يختموا عليه فيصير المرقة مخلط. فأعطاني هالحبة البركة مريئة شوي، رطوبتها مقبولة ضمن الحد، ضمن المواصفات إن شاء الله. هي الأعسال الثالثة ما فيها أي نوع من الغش، حتى النحالين ما بيعالجوا النحل أثناء الموسم علاجات كيميائية، بيستخدموا العلاجات الطبيعية. وهي ميزة إن شاء الله لكل أعسالنا، إنه أنا آخذ عهد عن النحال، وهن النحالين ما شاء الله محترمين وشغلهم نظيف ما شاء الله. ما بيغذوا أي نوع من أنواع التغذية، سواء كان سكروز ولا سكر محول ولا سكر صناعي بأنواعه. ما بيستخدموا علاجات أثناء الموسم، سواء كان أميتراز لعلاج الفاروة مشتقاته، أو كان انتبيوتيك، لأنه هذا بيعطي مفعول عكسي. هلأ بيصفى نحن عنا البخ الخارجي إن شاء الله، هذا البركة يعني ما بيبخوا مثل الأماكن التانية، فإن شاء الله المواصفات قياسية ممتازة. إذا وجد فيه تغذية فبيكون تحت 1%، وإن شاء الله ما في، نحن نحكي للأمانة يعني مثل ما بيقولوا يعني. وفيهم شفاء إن شاء الله، عسل علاجي بامتياز، عسل حبة البركة رافع للمناعة وفوائده عالية جدا إن شاء الله. بحط لكم إياها بأسفل الرابط. نحن بخدمتكم جملة أو مفرق، يا أهلا وسهلا، السلام عليكم.